للاسف مش هينفع اقول لك يا عمر. انت كمل زي ما انت، وانا حاسس ان الموضوع يعني ممكن يكون خير. هما بيشوفوا فيديوهاتك عامه باستمرار وبيتفرجوا عليك. انتوا هنا؟ اوكي انا جاي. عزيزي المشاهد، بحب افكرك ان احنا بنعمل في كل فيديو كلمة سر، وكلمة السر دي بنقولها في اي وقت في الفيديو بشكل عشوائي، ممكن في اول الفيديو ممكن في اخره. ولو قلت كلمة السر دي في التعليقات بتقدر تكسب جوائز كتير جدا زي روبوكس في لعبة روبلوكس وفلوس كتير جدا، بس بشرط ان انت تكون مشترك معانا في القناة ومتابعني على الانستجرام. اوكي، عاملين يا شباب؟ ازيكم؟ معاكم عمر نور، وده فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك معانا في القناه علشان نوصل 100,000 مشترك ونحقق الحلم اللي احنا بدأناه من سنين كتير بقى. انت لو متابع معايا احنا بقالنا كتير قوي على اليوتيوب. فما تنساش انا عندي الاشتراك عامه ما بيقعدش، اليوتيوبر السنين ممكن يقعدك، لكن انا عندي تشترك وتمشي عادي، صباعك مش هيحصل له حاجه، مش هتتشال ولا اي حاجه. واللايك ده مهم جدا لازم مشاهد. المهم احنا طبعا عندنا اخبار مش ساره الايام دي. ناس كتير جدا بتطلع تقول لي يا عمر انت ما بتعملش فيديو كل يوم، يا جدعان انا في امتحانات. يا راجل انا مستقبلي بيضيع يا جدعان. مستقبلي بيضيع عشان قاعد اعمل لك الفيديو ده. انا على امتحان كمان اسبوع تقريبا او اسبوعين، فاقدر بقى ان انا سايب الامتحانات، مستقبلي بيضيع وقاعد اعمل لك فيديو، فاهم؟ فانت لايك بقى وشير والحاجات اللي انتوا بتحبوها دي. ما علينا. مبدئيا عندنا خبر حلو، وهو ان الدكتور ميشو وافق ورد علينا، فدي حاجه حلوه جدا. يعني لايك بقى بعد دي لازم لايك. فطبعا دي حاجه كويسه ان هو ما كانش بيرد ولكن رد علينا، دي حاجه حلوه. الفيديو اللي جاي بقى هنجيب المكالمه معاه ونعرف ايه اللي هيدور، لان انا لغايه دلوقتي لسه ما كلمتوش بقول لكم عليه امتحانات. لكن الفيديو اللي جاي هنبدا بقى نكلمه ونقول له يتدخل في الموضوع وكده. الموضوع بتاع النهارده يخص المكمل شويه، مش بتاع دكتور ميشو. انا بس حبيت اديك خبر كده في النص يفرحك يعني. فالمهم طبعا زي ما هنسمع ريكورد، انا مش عارف انا هحط في اول فيديو ولا في اخر فيديو، ولكن هو المكالمه كانت متسجله وهنكتشف فيها. انا اسف والله يا عمر، يعني مش عارف اعمل حاجه. يعني طب حاول تاني، طب علشان خاطر الناس اللي بتتفرج علينا، يعني عشان خاطر الناس اللي بتحبك وبتحبهم عامه، او علشان خاطر الناس اللي نفسها تشوفهم مع بعض تاني يعني. والله يا عمر انا حاولت وكلمتهم، قالوا لي ان الموضوع مش ممكن في الوقت الحالي، وان كل شخص مشغول في حاجات بيعملها. طب مين اللي رافض فيهم هما الاثنين؟ للاسف مش هينفع اقول لك يا عمر. انت كمل زي ما انت، وانا حاسس ان الموضوع يعني ممكن يكون خير. هما بيشوفوا فيديوهاتك عامه باستمرار وبيتفرجوا عليك. انا مستمر عشان الناس اللي صدقتني ووثقت فيا وعندها امل كبير تشوفهم مع بعض يعني. مكامل مكامل. نعم يا عمر. وعدني انك هتحاول معاهم تاني يعني، وهتقول لي وظبط كده. هوعدك. اوكي. ان هو فشل في ان هو يصالح الاثنين. اولا هو كلمه ودي حاجه كويسه جدا، وانا مبسوط ان هو يعني اشتغل معانا وشاف فيديوهاتنا ودعمنا في حاجه زي كده، دي حاجه حلوه جدا على فكره. ومبسوط تاني ان هو قال ان اكد ان الاثنين بيشوفوا الفيديوهات بتاعتنا والاثنين بيتابعونا والاثنين بيحبونا، فدي حاجه الحمد لله دمنا مش تقيل على حد. الاثنين بيحبونا والاثنين ايه بيشوفوا الفيديوهات، ودي حاجه حلوه جدا ان احنا الرساله بتاعتنا واصله لهم، فاهم؟ دي كانت مصيبه لما بيشوفوا الفيديوهات. بعدين احنا بنتكلم كل ده بنعمل سلسله كامله في القناه عشان هم ما بيشوفوش الفيديوهات، فدي كانت بتبقى مشكله. فالحمد لله هم بيشوفوا الفيديوهات. ف هو قال بقى بعض النقاط. اول حاجه قال ان هم بيشوفوا الفيديوهات، دي حاجه كويسه جدا جدا جدا، انا مبسوط. تاني حاجه ان الاثنين بيتكلموا، يعني الاثنين مش رافضين الفكره تماما، لا هم الاثنين بيتكلموا عادي، ولكن كل واحد قال له انا مشغول شويه في بعض الحاجات. يعني معناها ان الحاجات دي خلصت، احنا ممكن نرجع تاني اصحاب عادي، فاهم؟ يعني انا دلوقتي مثلا ورايا امتحانات، بعد الامتحانات ما تخلص انا ممكن ارجع صاحب معاك عادي، فاهم؟ فبالتالي الموضوع ده كويس جدا. بتاع دي خانقاني قوي، بتاع دي خانقاني قوي. خليها كده، خليها كده شويه، ولا لازم اقفلها كده؟ خليها كده. المهم فبالتالي هو طبعا كان شيء مغزي بالنسبه لنا كلنا ان مكمل طبعا يرد علينا بالرد ده، لان احنا كنا متوقعين هو يوتيوبر تقيل وكبير. هو طبعا كبير يعني ما اقصدش اقل منه، ولكن ان ما يتدخل في حاجه زي كده الموضوع بقى يتلم، فاهم؟ الناس تقول لك بقى ده في يوتيوبرز كتير بيتكلموا بتاع صلحوه. ف ان هو يجي يقول خبر زي كده هو كان خبر صادم ليا قبل ما يكون خبر صادم ليكم انتوا. يعني انا عارف طبعا ان انتوا هتصدموا بعد الفيديو ده، ولكن هو خبر صادم لينا كلنا. ولكن عايز اقول لك برده ما تيأس، وانا في اخر الفيديو قلت له اوعدني ان انت هتحاول تاني، وهو قال لي ان انا اوعدك. يعني برضو الموضوع ما خلصش. ده يوتيوبر واحد، احنا كلمنا ميشو وش وافق هندخله الحلقه اللي جايه معانا. حكينا معانا 2 يوتيورز، غير ان هم بيشوفوا الفيديوهات، غير ان انتوا نفسكم بتروحوا تقول لهم على كل حاجه. فاحنا كده معانا 3 جهات بنحارب عليها، 3 جهات كده احنا ال3 بنحارب عليها. فبالتالي الموضوع والله انا حاسس هو بيقرب جدا. يعني ناس كتير تقول لي يا عمر طب ما انت شايف ان الدنيا بقت صعبه ويعني رفض ومكمل دخل ورفض وبتاع، خلاص الموضوع بقى. لا يا حبيبي، انا حتى في الفيديو يعني في الريكورد هتلاقوا ان انا بقول له علشان خاطر الناس اللي بتتابعني، علشان خاطر الناس اللي واثقه فيا، علشان خاطر الناس اللي نفسها تشوفهم مع بعض. فالموضوع ده خلاص انا عشان الموضوع ده بس انا ممكن اكمل. انا عملتها سلسله كامله، يعني ممكن اعمل فيديو واقف، فاهم؟ بس لا، ان الناس حابه الموضوع ده مش هيتحل غير برجوع الاثنين. فيديو كده وحتى نحطه على قناتي باول فيديو كده يتحط على القناه. فانا قلت لكم لا، الموضوع ده مش هوقف، عشان ناس كتير جدا قالت لي، ناس كتير كانت بتعلق لي بقى على الانستجرام وتقول لي يا عمر انت مختفي فين؟
يا ولاد انا عندي امتحان، يا ولاد يا ولاد انا مش صايع، عندي امتحانات يا ولاد. انتوا اكيد بتمتحنوا برضه، مش عندكم مدارس؟ ما قوم يلا تشوف كراسه كده وذاكر. يلا وراك ايه؟ عملت ايه في درس الانجليش مع ميس منال؟ ما تاخدش مع ميس منال؟ المهم، فطبعا يعني حاول كده ايه نظبط الدنيا. الايام دي كلنا مشغولين والله، اللي عنده امتحانات واللي عنده دراسه واللي عنده الحاجات دي كلها. بس انا مش ناسيكم يعني، انا قلت ممكن ننزل فيديو كل اسبوع، دي حاجه كويسه. فما تنسوا يعني، مش هتاخر عليكم تاني ان شاء الله، كل اسبوع كده فيديو ولا حاجه. وقولوا لنا برضو انتوا عايزين ندخل مين تاني في الموضوع. انتوا في ناس كتير جدا قالت لي يوتيوبر كريبتز، ناس قالت لي ندخل كريبتز على اساس ان كريبتز كان حبيب اس جيمنج، او ستيل لغايه دلوقتي هو الاثنين حبايب. فكريبتز ليه دلاله شويه على ايسي عكس اليوتيوبرز التانيين. يعني هو اصلا احنا عارفين هو السي جيمنج ما بيصورش مع ناس كتير، ولكن كريبتز ليه دلاله عليه شويه، هو صاحبه من زمان فاهم. فالموضوع ايه، هو اصلا انت عارف اقول لك حاجه سريه للغايه يعني. كريبتز اللي خلاه فتح القناه هو اسلام اللي هو السي جيمنج، عشان تبقى انت فاهم، كانوا بيلعبوا الاثنين مع بعض وبتاع فورتنايت. فقال له ايه كريبتز، قال له انا عايز ابدا افتح قناه يوتيوب. فالسي جيمنج قال له طب بقول لك ايه، ما تفتح. فالتاني قال لا يا عم لا يا افتح، سهله كده افتح كده عادي. قال له ايه المشكله، ابدا وحقق حلمك وبتاع. ودعم كبير جدا في قناته. دي حاجه برده الناس ما تعرفهاش عن السي جيمنج، ان هو شخص جدع جدا، وان هو تقريبا اللي واقف جنب كريبتز في حاجات كتير جدا. هو اللي دعمه، صور معاه فيديوهات في البدايه، ساعده في المونتاج والفكره والدعم النفسي ان هو يفتح قناه على اليوتيوب. فهو كان كريبتز اصلا كان خايف يعني. شوف سبحان الله، برده الواحد لما فكر في الموضوع، كانوا الاثنين بيتقابلوا عادي في لعبه، فجاه يقول له، فجاه يبقى كريبتز المعروف دلوقتي. موضوع غريب، موضوع غريب. لذلك انا ممكن اقول لك ان شخص واحد ممكن يغير حياتك. ممكن عمر نور يقابلك في شارع، تقول له مثلا والله يا عمر انا عندي مشاكل، يقول لك لا يا عم اعمل الحته الفلانيه. ممكن تبقى الحته الفلانيه دي تايهه عنك، فعمر نجدك بقى، وساعتها طبعا ايه هتروح تعمل له لايك على طول لان انا ساعدتك، واخد بالك. طبعا هو ساعده ان هو يفتح قناه وبتاع. انا مش عارف النهارده قلبت الحلقه ليه عن كريبتس، ولكن المشكله يعني بقول لك ان هو ليه دلاله على الثاني. فصوروا مع بعض كتير، وعلى فكره هو يعتبر اكتر يوتيوبر صور معاه. يعني انت لو جيت على التاريخ بتاع قناته كله، تقريبا اليوتيوبرز اللي صور معاهم كان واحد مش معروف تماما، انا ما اعرفش هو جابه منين في لعبه بابجي موبايل، كلنا ما نعرفوش وخسروا الجيم في الاخر يعني، حتى وشه مش حلو عليه لو بتتفرج انا بهزر ها حبيب قلبي ها المهم. وكان كريبتس صور معاه تقريبا حوالي 7 8 10 فيديوهات يعني، ده اكتر حد صور معاه. وطبعا كان الاساس بقى بومبو، ده اللي صور معاه بقى سنين طويله جدا. ويمكن ده من الاسباب ان هو ما كانش بيجيب حد يوتيوبر ثاني فاهم. فبومبو كان صور معاه مثلا من 10 سنين او من سنتين او 3 سنين، فخلاص هو كان مكتفي بيه. وبصراحه هم كانوا عاملين دويت حلو قوي، حلو قوي يعني. بالنسبه بقى للمسابقه بتاعه اخر فيديو اللي هو بخصوص الموضوع ده، انا قلت لكم هقول كلمه سر في النص في كل فيديو. فكلمه السر انا قلتها اهي، دي تقريبا الدقيقه السادسه. كلمه السر هي تاج 717. الناس اللي قالت كلمه السر بتاعت المره اللي فاتت اللي هو تاج 3 سبعات، الناس دي انا بعت ل4 كسبوا، وهتلاقي الحاجات دي وصلت لهم على الاكونت بتاعتهم في روبلوكس. بعت لكل واحد 50 روبوكس، وان شاء الله الفيديو ده برده ممكن نبعت 50 روبوكس لكل واحد، ومش بدل نكسب 4 ممكن نكسب 6. فكل فيديو كده صحصح كده في نص الفيديو كده او في اخره او في اوله يعني على حسب، بقول كلمه السر دي. كلمه سر تاج 717. طبعا لازم توصل للنقطه دي. بعرف كان انت عرفت كلمه يا لئيم، اللي يخش بقى من التعليقات يلاقيهم كلهم كاتبين نفس الرقم وراح قال لك ايه يبقى هو ده الرقم، انت لئيم ها. بطل لقم الفلاحين ده انا عارفه ها، يا لئيم انت. فدي كلمه سر الناس وصلت لها. وعلى فكره الناس تقول لي ما بلعبش لعبه روبلوكس، ما احنا بنبعت هدايا ثانيه يعني. ممكن اديك فلوس انت تشتري بيها اللي انت عاوزه، بابجي بقى اللي انت عاوزه اشتري براحتك فاهم. انا بديك مبلغ وانت تعامل، تشتري بقى بيها فلوس في بابجي، تشتري بيها البان، تشتري بيها فاهم توفي وتوزعه على الناس، انت حر بقى. فدي بخصوص المسابقه عشان الناس اللي اتفاعلت. وعلى فكره انا ممكن كل فتره اخش اكسب واكتب لي بس اسمك يعني، ما حدش يعلق فاهم ويمشي، لا اكتب لي اسمك مثلا في عايز لعبه ايه يعني. قول لي مثلا عمر انا عايز روبوكس واكتب لي اسمك، بحيث ان انا بعمل عشوائي كده. خلاص الراجل ده عايز روبوكس بروح ابعت لك عشوائي، مش هفضل بقى اتواصل معاك وما الاقيكش بترد عليا. ناس كتير ما كانتش بترد واروح ادور عليهم واروح الانستجرام وما الاقيه عنده انستجرام بفضل اعلق له في القناه. بتعب انا نفسيا. انت علقت بالفيديو، كمل جميلك والى هنا. بس شباب، وكده نكون خلصنا الحلقه بتاعت النهارده. حلقه فيها حاجه حلوه، وهي قبول دكتور ميشو للطلب بتاعنا، وان احنا هنكلمه ونبدا نتواصل معاه وان هو يتدخل في الموضوع. على فكره ده يوتيوبر برده يعني يعتبر كبير جدا وعارف الاثنين، على علاقه حلوه بالاثنين. وكريبتز، والخبر السيء الصادم من المكامل ان هو ما عرفش يصالح الاثنين، ودي خبر صادم. هو قال لي هحاول تاني، ولكن يعني مش عارف. قولوا لي في تعليقات ايه رايكم في المكالمه وايه رايكم في الموضوع، شايفين ان هو هيصالحه ولا مش هيعرف، وشايفين نكلم مين تاني يعني. انا كلمت يوتيوبرز كتير، نكلم كريبتز ولا نستنى شويه يعني. هو يوتيوبر يعتبر قريب من السوق جيمنج جدا يعني. فلو انتوا شايفين نكلمه نكلمه، مش شايفين ان احنا نكلمه ما نكلموش يعني. تفاعلوا معايا كده في التعليقات، لان رايكم مهم جدا 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 بالنسبه لي.